ضحكوا عليك وفهموك ان الاهرامات ما اتذكرتش في القرآن. حبيبي، الاهرامات اتذكرت في القرآن اكتر من مرة، بس انت اللي ما خدتش بالك. ما سألتش نفسك ليه كل اهرامات مصر مبنية على هضاب في الوقت اللي ربنا ذكر ان عاد كانوا بيبنوا في كل ريع بنيان عظيم؟ ما سألتش نفسك ليه مش لاقيين حضارة عاد رغم ان ربنا ذكر اصلا ان مساكنهم هتفضل واضحة قدامنا؟ ما سألتش نفسك ليه النصوص القديمة تحدثت عن عقاب رع للبشر وانه ارسل عليهم رياح شمسية واعاصير جعلتهم يهربون للصحراء في الوقت اللي ربنا اهلك عاد بريح صرصر عاتية؟ ما خدتش بالك ان الاهرامات مرتبطة بحزام اوريون ونجم الشعرة في الوقت اللي ربنا اقرن عاد بالشعرة؟ ما خدتش بالك ان الاهرامات هي مولدات طاقة ضخمة؟ ما خدتش بالك ان هي دي مصانع الخلود اللي ذكرت في القرآن؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ما خدتش بالك ان كان عندهم علم الاسير وان طاقة الهرم كانت الاداة للوصول للشباب الدائم؟ ما خدتش بالك ان عصور الالهة في بردية تورين هي نفسها عصور عاد واتباع هود؟ ما سألتش نفسك ليه كل اثار مصر مغطاة بالرمال؟ ما سألتش نفسك ليه ابو الهول نفسه كان مغطى بالرمال في عصر الاسرات؟ ما خدتش بالك ان كلمة هرم هي نفسها كلمة ارم؟ ما خدتش بالك ان مصر كلها اعمدة ومسلات؟ ما خدتش بالك ان مصر هي ارم ذات العماد؟